ده الموضوع. هنا في الآية ربنا قال بل يداه والضمير راجع لله عز وجل، ما بتقدر تحلها. الصوفي محمد المنتصر البليد الإزاري حسين خوجة اللي فتح له الغناء، قلنا له جبنا معاه رفض، لأنه لو دخلنا جوا هناك بيشوف شعاع انت وحسين خوجة للاثنين. عرفت كلامي؟ وهسه دي نحن مستعدين لمناظرة أي عاطل على وجه الأرض، أي عاطل صوفي تجاني سماني شيوعي شيعي بعصي بوذي نقشبندي سجمرمات إبليس ذاته. انت ما قدرت تجيب إبليس ذاته ينجغي منه بإذن الله عز وجل. فهمت كلامي؟ شيخك ذاته الكبير إبليس، ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الإزارك نحن بنجيب لك الرد وبنجيب لك الشبهة اللي انت ما حافظها، شبهة شيخك ونرد عليها برضه بعد ذاك. شيخك الإزارك محمد المنتصر البليد قال يداه، اليد قال يعني النعمة في الآية دي. أيوة طيب الله يداه دي صيغة شنو يا جماعة؟ مفرد؟ نديك خيارات أو ممكن تستعين بصديق. مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ يا طلاب كلية الهندسة مثنى، لأنه الألف ألف شنو؟ ألف التثنية. عرفت كلامي؟ والمثنى ده بينصب بالألف، بينصب يا جماعة بالألف. طيب بل يداه ده مثنى يعني اثنين يعني خلاص. ومحمد المنتصر قال بل يداه اليد مقصود بها النعمة. طيب معناته كلام البليد الصوفي الإزيري معناته الله عنده كم نعمة؟ 2. وربنا كذب الكلام ده في القرآن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في شبهة نديك لها ثاني عشان تجيبه ونتاني نجغمها. إن تعدوا نعمة الله جات نعمة ما جات نعم. إذن كلام الإزيري صح؟ ما صح، لأنه نعمة جات مفرد ولكنها مضاف. نعمة الله نعمة مفرد وهي مضاف، الله في محل إضافة إليه. فهمت كلامي؟ خلاص. والمفرد المضاف يفيد العموم والكسر والجمع.